بمناسبة الحسد والأسحار والحاجات دي وكده، علمك دعاء قوي قوي، حد علمهولي، ربنا يبارك له يا رب بإذن الله. اللهم اخفني عن أعين الإنس والجن الذين يريدون بي سوءا، أنا وعبادك الصالحين، بحق قولك وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون. فالدعاء ده قوي جدا، وتقروا وراها المعوذتين 3 مرات، وقل الله أحد 3 مرات، والكافرون 3 مرات، وسورة الصفات أول 10 آيات منها. بيقول لك دي بقى بتكربكهم كده حرفيا، يعني بتلسوعهم سواء انس ولا جن مؤذيين. فخد بالك الدعاء ده قوي قوي، انا لدرجه ان انا كتبته كده على باب الاوضه عندي ومعلقاه وبنسى اقراه بس قلت لكم عشان خاطر انتوا اللي تفتكروه. بس بجد حاسه يعني طاقته عاليه قوي ما شاء الله، وهيفيدكم قوي. في بقى نقطه تاني، لا في حاجه هقولها لكم مهمه، وبعد كده اوضح لكم توضيح تاني. اتعلمتها برضو هتفرق معاكم جامد. وانت بتسجد او انت بتسجدي فتحوا عينيكم مش تغمضوا عينيكم. ليه بقى؟ زي ما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت قبل كده اللي انا قلت لكم فيها وشرحت لكم على موضوع الناصيه، ان هم بيتركزوا على الناصيه الجن والحاجات دي وكده ومن ورا. هتلاحظوا بقى حاجه غريبه قوي، وانتوا حاطين راسكم كده على الارض جبهتكم ومفتحين عينيكم، هتبصوا تلاقي عينيكم بتعمل كده كده والله العظيم. دي كده بتضعفهم جامد جامد جامد. فعشان كده ان اطالة السجود دي حاجة مفيدة جدا وحاجة كويسة، بس وانت مفتح عينك مش وانت مغمضها. مع الدعاء، ولما تيجوا رايحين في مكان كده او خايفين من حد او مقلقين منه، اقرأوا في سركم وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاخشيناهم فهم لا يبصرون. وتخيل ان في سدود كده بتتبني حواليك كده، ان محدش يقدر يتخطاها او يدخل فيها. التوضيح بقى الاخير عشان خاطر ما اطولش عليكم ونرغي زي كل مره والناس اللي بتزهق. حاجتي، الحاجه الاولى، انا عارفه الناس اللي بتتابعني ناس محترمه جدا وناس عايزه تستفاد. الناس دي الفئه اللي انا مستهدفاها. الشخص اللي بيحاول يدور حتى لو من جواه صايع او جواه كده، بس جواه حاجه نظيفه، حاجه بيضه كده من جواه بتقول له لا، ارجع لربنا تاني، فكر تاني. انا زي الناس دي كده، اللي هو بيحاولوا، النفس اللوامه اللي بترجع ورا وتخطو لقدام وتستغفر ربنا وترجع لها تاني. فانا عارفه انا مش يعني اوقات ببقى متوتره بصراحه وانا بتكلم في الفيديو، مش عايزه اطول على الناس، وفي نفس الوقت برجع افكر اقول لا، انا عايزه الناس اللي مش اللي مستعجله اللي بتسكرول كده على الفيديوهات وخلاص، عايزه المفيد والمختصر. لا لا لا، انا عايزه الناس اللي بتدقق، اللي بتحاول توصل لحاجه جواها، اللي بتاخد بالها من كل كلمه وكل حرف في كل فيديو بيشتغل عند اي حد ايا كان، وتعتبره اشاره ليها، بتاخد بالاشارات. ده حصل موقف كذا، ده اتكلم قال كذا، يبقى دي اشاره ليه. دي الفئه اللي انا مستهدفاها. اخر حاجه بقى، انا مش شيخه وانا مش حد ملتزم، انا حد عادي جدا، عشان ما حدش يحطني في ليفل كده، وانا ممكن اكون كده، ممكن اكون كده في اعمالي والكلام ده، فاهميني؟ ولكن يعني لا، ان شاء الله انا مكانتي كويسه عند ربنا ان شاء الله. حتى لو انا بزعل ربنا مني في حاجات، برجع بستغفر تاني وبرجع لربنا تاني، ولكن انا عارفه ان انا مشهوره بين اهل السماء ان شاء الله باذن الله. يعني هو يقين مزروع جوايا، معرفش ليه، يمكن عشان ربنا عارف قلبي وعارف نيتي. انا حد عادي زيكم خالص، بتعصب وبتنرفز وبخرج عن شعوري وبقل ادبي عادي خالص. فما تحطنيش في كده، اتفقنا؟ كلنا بنفيد بعض وبنساعد بعض، وانا بستفاد منكم ومن كومنتاتكم، وانا اسفه بعتذر والله العظيم ان انا ما بلحقش ارد على اغلب الكومنتات، عشان بيبقى ضغط عليا كبير قوي الفيديوهات، وكذا حد بيدور في كذا مكان ورسايل فاللي بحاول اقدر ارد عليه برد، واللي مش بقدر اعذروني، حقكم عليا والله العظيم، احنا اخوات وانتوا على عيني وعلى راسي. وكل ما افتكر معلومه ان شاء الله هطلع اقولها لكم وتفيدكم باذن الله وتفرق معاكم، عشان لما اموت تفتكروني بالخير وتقولوا الله يرحمها دي فرقت معانا. زي الرسائل اللي بتجيلي كده والكومنتات، اللهم لك الحمد، والله العظيم بتفرحني جدا بجد، انتي فرقتي معانا. احنا حسينا ان فيديوهاتك دي، لا حتى لو جوانا ان احنا مكتئبين، حاسين ان احنا عايزين نقوم نعمل حاجات حلوه كتير قوي، والله العظيم بتفرحني بجد. بشكركم من كل قلبي على كل شخص قال كلمه وما استخسرش فيا الكلمه الجميله اللي بتساعدني وبتشجعني اكتر ان انا اقدم اللي عندي.
واتمنى يا رب اكون عند حسن ظنكم باذن الله، وظن ربنا في الاول وفي الاخر قبلكم طبعا وقبلي وقبل كل حاجه في الحياه، ربنا ثم ربنا ثم ربنا. بس السلام عليكم، ربنا يهدينا جميعا.